بسم الله. السلام عليكم. خلونا نعمل مقارنة بين تيمو مصر وتيمو السعودية. ده برضو اوردر كنا جبناه من تيمو السعودية، عندنا شغل في السعودية، فقلنا نجرب تيمو ونشوف الحاجات اللي جت معانا. طبعا ما جبتش نفس المنتجات اللي جت في تيمو مصر، ولكن قلنا نغير بحيث برضو نقارن بين الحاجات ومميزات والعيوب. خلينا نفتح. اولا احنا كنا جايبين 11 منتج تقريبا، تقريبا 11 منتج. هنطلعهم واحد واحد ونبدأ نقارن ونشوف ايه جبناه الدنيا حلوة وايه جبناه الدنيا وحشة. دي اول حاجة، ده بازل للاطفال. ده عبارة عن، نفتحه مش معلش هو اتنقل. ده بازل ده عبارة عن الحجرة. ده بيحتاج حجرة. اوكي. ده بازل يديك على الشاشة هنا صورة بازل لازم تعمله، ودي التولز اللي بتيجي معاه. بتبدأ تشكل البازل حسب الفيديو اللي هيديهولك. يعني هو هيديك هنا يقول لك ان المفروض ان القطعة الحمراء دي تتحط في النص هنا. طيب لكن انت اصلا في بداية البازل تبقى هنا زي البازل بتاعت زمان. دي اتعملت كده وهكذا. تبدأ انت تحرك بقى القطع. هو بيديك الشكل اللي انت المفروض ترسمه الاول كده، وتبدا انت بقى تحرك دي كده، تطلع دي كده، تعمل دي كده. تمام. فممكن اعمل فيديو ليها لو انتوا حابين. دلوقتي نبدا نرجع كل حاجه مكانها قبل ما نحط لها حجره. ولو حابين نعمل عليها فيديو قصير كده برضو مفيش مشكله. دي اول حاجه، و10 على 10 ونجم. ده اسم البازل. تمام. دي اول حاجه. تاني حاجه، ده كنا جايبين ايه، دي برضو تقريبا لعبه اطفال. معانا دي حاجات للشعر بتاعت البنات الصغيرة، بتعمل الشعر كيرلي. نطلع منها واحدة. دي بتيجي تلف على الشعر، تعمل الشعر للبنات كيرلي. دي كم 12 قطعة. بس هنعملها عشان نفتح بيها العلبة دي. انا مش فاكر اصلا ايه دي. تقريبا دي اللي انا افتكرت. طيارة للأطفال. طيارة بالريموت. بالريموت. طبعا هحط لكم اسعار كل حاجه. طبعا في حاجات كانت مجانيه
هنبدأ دي معاها ريش للمروحة إضافية، ودي معاها حاجات كانت في منهم حاجات مجانية. طبعا محطوط في كل منتج وهيبان ايه مجاني وايه اللي كان بفلوس. اللي بعده ايه المنتج اللي بعده؟ دي مكنة حلاقة بس حريمي، برضه جودتها كويسة. هي شحن حجرة، هي حجرة تحط حجرة تموت. بس هل بقى الجودة؟ هي الجودة مش هتفرق لأن كده كده أصلا منطقة الشحن واحدة، وأنت جايب الحاجة دي جاية من الصين، فهي الجودة مش هتفرق يعني الحاجة مش من السعودية، مش مصنعة للسعودية، هو في الأول والآخر بيشحن. لكن في ميزة خطيرة، ميزة بمعنى الكلمة يعني. في ميزة خطيرة، ده أنا مش عارف هو جه كده ازاي، بس يعني ده كرسي فوتيه بيتنفخ، وده مش ينفع افتحه للأسف عشان خاطر ممكن اصوره لكم بعد ما اعمله يعني، لكن انا مش ينفع افتحه لانه انا مسافر هرجع مصر تاني، فانا مش هعرف ان انا افتحه واقفله تاني، مش هعرف. بس هو من الواضح كان هو بيتنفخ وتقيل يعني، هو مش خفيف، لا هو تقيل. فممكن ان شاء الله لما اعمله اصوره بعد ما يفتحه ونظبط الدنيا، اصوره لكم. غالبا انا مش هنزل الفيديو ده الا لما افتحه يعني. في شنطه يد اطفال، وانا عارف والله يا جماعه الحاجات دي انا لو اشتريتها من مصر هتبقى ارخص وهتبقى افضل وجودتها احلى وشجع المنتج المصري والدنيا جميله، ولكن يعني انت برضو بتحب تعيش تجربه ان انت تشتري حاجه من بره. يعني مش مشكله تغليف. انا هشوف الشنطه دي عامله ازاي، يعني خفيفه، مش الكواليتي بتاعتها عاليه قوي، خفيفه يعني، واليد بتاعتها والشريطه الستان جميله، تنفع حلوه للاطفال يعني تفرح بيها الاطفال. لكن في الاخر احنا بنعمل تجربه، يا تنجح وتبقى حلوه يا تبقى وحشه. يعني الفيديو بتاع اللي انا عملته في مصر، الحاجات اللي عملناها في مصر كانت حاجات كويسه. دي ساعه ولادي يعني، ساعه اطفال، ساعه رقميه والله جميله، تعمل الوان وحركات. تعمل منبه، جميله مش وحشه لغايه دلوقتي يعني. الحاجات حلوه، مفيش حاجه فيهم خيشت يعني، او حاجه قلت لا ريتني ما جبتها. لغايه دلوقتي الحاجات تقريبا حلوه يعني. في ميزه هقولها لكم في الفيديو في الموضوع ده، وميزه ليها هدف يعني هو يعني الميزه او الموضوع بيبقى ليه هدف. دي حاجه كمان، ده ايه؟ ده ايه؟ يعني حاجه ما تعرفوش اصلا دي عباره عن ايه، مش عارف المنتج ده كان عباره عن ايه. اكيد انا لما ارجع للاوردر هعرف حاجه تحت كده ونشوف ده كان عباره عن ايه او انا طلبته ليه اصلا. غالبا دي قربة، لا واثقه من نفسها مش واخد بالها بس انا ما طلبتش قربة. الاوردر دي ممكن تبقى جايه غلط، انا ما طلبتش دي، او ممكن اكون انا طلبتها بصوره وطلعت حاجه تانية. ممكن تبقى خيشة دي بقى، ريحتها صعبه قوي.
اوكي. الحاجات الحلوه برضه اللي انا كنت طالبها مسدس البازل، البابلز. ده مسدس بيركب له حجره وبيطلع بابلز من هنا، ده كان اشتغل ترند شويه في مصر يعني. ده مسدس بابلز. هو الفيديو بتاع تيمو مصر كانت في حاجات محتاج ان انا اجربها افهمها بس الاول، كانت ناس طلبت مني ان انا اعمل لها فيديو لوحدها، وده ان شاء الله نعمل له فيديو لوحده. لو في حاجه هنا حابينها، دي نضاره خيشت، دي ما فيش فيها كلام، بس دي نضاره الهدف منها مش نضاره شمس ولا شارع ولا الكلام ده، لا دي نضاره واقيه من ضوء العربيه. يعني الشعاع لما انت بتبقى سايق على الطريق ونور العربيه يخبط في عينك، ده الهدف منها يعني. دي مش نضاره ما خيشتش ولا حاجه، دي نضاره ده الهدف منها يعني. واظن بكده تبقى الدنيا تمام. خلصنا الاوردرات اللي احنا جايبينها. الميزه بقى الميزه ان انا ما دفعتش ولا جنيه جمارك. الاوردر كله شحنته وطلبته وجالي. ده حاجه كمان الله اكبر، انا فاكر اصلا طلبت ايه. تعالى، ان انا ما دفعتش ولا جنيه جمارك. طلبت الحاجه جت لغايه الله عليك يا مصر. طلبت الحاجه جت لغايه الفندق واستلمت. رحت استلمت الحاجه ما حدش قال لي في جنيه جمارك، مفيش في حاجه. ده ساعتين كانوا عرض، مش عرض، كان هما بيبيعوا مع بعض يعني. ساعه رجالي من 15 جنيه في العتبه تقريبا يعني. ودي الساعه الثانيه. حلوين مش وحشين، خامتهم تقيله شويه ولكن حلوين. حاجه تانية طيب عشان ايه نقفل الفيديو. بس كده، دي الاوردرات اللي احنا كنا جبناها من تيمو واحنا في السعوديه. خدت وقت قد ايه؟ خدت 7 ايام زي مصر بالظبط. الموضوع خد معانا في مصر 7 ايام، هي خدت حوالي 7 ايام بالظبط برضه. فانت لو جاي السعوديه هتعمل ايه؟ هتعمل لو انت في مكان تقدر تطلب عليه، اطلب عليه، حط العنوان واطلب على المكان، بحيث ان انت مجرد ما توصل تكون الحاجه وصلت المكان اللي انت رايحه. لو رايح فندق او رايح شقه او رايح عند واحد صاحبك، ممكن تعمل اوردر عليه ولما تروح هناك تستلم. ميزه جميله جدا ان انت ما تدفعش جمارك. الحاجه اللي انت دفعت ثمنها هي اللي انت دفعت ثمنها. الهدايا اللي بتاخدها هي الهدايا اللي بتاخدها بس. يعني انا افتكر البازل بتاع الاطفال ده كان عامل $110. خدته كان عملوا عليه البازل كنت خدته عمل كان عامل 60 عمل $60 بعد كده يعني. كان عامل 110 بعد كده وصلت ل $60 بعد الخصم. فده حاجه انا سعيد بيها جدا يعني. يعني نفس الشكل ده كده بيديك الاحمر ده، المفروض توصل لهنا وحرك بقى دول بحيث ان انت توصل الاحمر ده هنا. هو بيديك شكل البازل اللي المفروض ترسمه زي ما هو مديك كده، 2 ازرق فوق، واحده ازرق هنا، ازرق والاصفر نفس الترتيب كده، ويقول لك في الاخر انت المفروض تنزل لي ده تحت. اعملها، اول ما تعملها يديك بقى الارم كده ان انت كسبت يعني. بس ده كان فيديو سريع كده نستعرض فيه الحاجات بتاعت السعوديه من تيمو، وحاجه كويسه جدا بصراحه. يلا سلام.